الونسة، الضحكة، اللمة، حجيتكم ما بجيتكم، خير جانا وجاكم، بالليل وبالنهار، في القمرة وفي الرملة، والحكاوي العديدة في الونسة. عن مدينتي بحكي لكم، عن شعبي بحكي لكم، باللهجات، بالونسات، بالضحكات، باللمات، حكايات التعيتر. مرات انت كممثل بتمشي في المدينة بتلاقيك حكاوي وحكايات. في مدينة الحيصة جانا كده صغير، وانا تعبت من فكرة انه ده يسلم وده كده وده سيلف، والدنيا صيف. قعدت في مغلق كده مع النزوح ونحن ناسحين، قعدت في الدكان ده قلت استريح شوية. بس كان يعني جا واحد كده من الاولاد ديل من شرق البطانة بغادي، شان لي ملابس كده فنايل ترينيات وماشي بين الفنايل ماشي. بس شافني قال معاه واحد كده تاني نادي لك اسمه محمد عصيده، عمل كده محمد عصيده، قال لي في شنو في شنو؟ قال له تعال ده منو؟ قال له ما عرفته. قال له ده الدعيتر. قال له الدعيتر بقاعد في مغلق شنو؟ يعني قال لي سلام عليكم، انت منو؟ اتمك يا كاكا. قلت له يا كاكا. بس مش عشان ما الناس بس خلاص مش عشان تبيع الملابس. قال لي طيب انا اعرفك كيف يا كاكا. قلت له يا اخي انا يا كاكا انا ادعيت ذات وامشي يا ولد في شنو؟ مالك؟ ما تعمل لي لمه وزحمه. قال لي والله معك يا كاكا محمد عصيده ده ادعيت ما ظنيته. طيب انا عارفه كيف علاماتك شنو؟ قلت له انا ما شنو يا ولد مالك دار شنو انت؟ ما تمشي. قال لي يا نص شعره انا وانت ننادي زور كان ما طلعت ادعيت تديني الف، وكان انت طلعت ادعيت نديك الف. قلت الولد ده ظهر عليه لطيف، قلت له خلاص كويس. جزول ماشي في الشارع كده ناداه يا جينا هو السلام عليكم يا ابن العم كيف؟ قال ما دار ملابس ما دار ملابس، لا بس دايرك. قال له ده منو؟ زودك عيلك. قال لي يا اخي ده ما دعيتر. قال لي حرم غمست له. ومواقفنا بتستمر كثيره جدا. في مدينه النهود مشينا عايزين نشتغل عمل مسرح شارع، والغنية بتاعت الدعيتر نزلت، وفي الساون الدعيتر جي حالات لمتنا على الدنيا كسرت في سوقهم دفسوا دفسيه بجد. حوالي 2,000 ولا 3,000 دارين سيلفي 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 سيلفي. السيلفي ده حار جدا، السيلفي ده فيه غمط فيه كربون عجيب. خلاص زول يكبت الكربون كده لما انت امن سيلفي ده جيب بيت ده يجمدك يا زول سلففون سلفيف صعب. ومرات بتجيك بعض الروائح كده، لكن روائح محبه. روائح المحبه دي تقبلها ما طالما انت الناس حبوك خلاص، دي في الله. والما عنده محبه ما عنده الحبه، بقبلها. عايزه طاقه، الطاقه تجيبها من ما في للناس اللي بيحبوك. صورنا سيلفي وقعوا بي في الوطا، والعسكري بدا يجلدون. قلت له العسكري لا يا اخي يا خليهم. يا قال لي يا استاذ ما وقعوا بيك الوطا. قلت له يقعوا ماله يا زول. السلفف وتمام، ركبت العربيه والمارقين كده بوكسي. فجاه كده السواق ده يطلع تيت تيت تيت، والطلعه صعبه جدا في سوقهم دفسوا القزاز اللي انا جنبه كده كك كك دقه. قلت للسواق دقيقه يا اخي في زول بدوك في القزاز ده. قال لي في شنو يا استاذ مالك يا في شنو؟ قلت له يا اخي في زول بدوك في القزاز. قال لي طب ماله يا اخي ما نمشي يا اخي. قلت له يا اخي يمكن الزول ده عارف حاجه زيت نزلت القزاز. قلت له خير. قال لي يا استاذ والله كلموني انا جيت من بعيد خلاص. قلت الحقك دار لي سيلفي حسيت بقى زي دار لي 10,000. قلت له سيلفي هاي جدا. قلت له السواق دقيقه بقى. قال لي يا استاذ يا اخي مالك يا يا اخي ما نطلع بالعربيه بعدين نبرق برا يا اخي سيلفي يا كرهتونا سيلفي ده ذاته يا سيلفي ده منو؟ قلت له يا اخي الراجل ده سيلفي. نزلت فتحت الباب الراجل ده قلت له يلا راح. قال لي لا بموبايلك. قلت له موبايلي انا جدا. طلعت الموبايل قلت له لسه موبايل وما جاكك 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 استلففنا سلفه جد. قلت له الرقم كده احول لك فيه السيلفيات دي. قال لي لا خليها معك ارفعها في الانترنت. ونحن بنصور واحده من المواقف، بنصور في السلسله بتاعت الدعيتر. دنيا
الدنيا صيف والمشاهد مفترض تنتهي سريع. اصعب حاجه في اللوكيشن لما انت تكون بتصور وفي ركشه تجي جنب التصوير، الصوت بتاع الركشه ما بيختفي بسرعه، تسمع ار بتاع الركشه ده. فات صبرنا لحد ما يتلاشى من الكادر، لفه تاني جاب غادر، مشيت ليه وانا بالراحه قلت لها حبيب شنو يا اخي ما دارين نصور، انت ما ادعيتي رمضان قرب دارين نزعج الناس نضحكم. قال له استاذ ما تدخلونا معكم في الحكايه دي، والله الركشه دي ذات نوقفها هنا جنبكم ثاني ما بتسمع صوت ركشه. قلت له حكايه شنو يا زول؟ انا قلت سوق ركشتك امشي ثاني ثاني جا يا زول. مشيت له قلت له يا ابن عم، المخرج قال يعني شنو ما فاهم انا حكايه شنو الزول ده؟ قلت له يا استاذ يا اخي دخل الزول ده في مشهد دكان الدعاتري اشتري له حاجه وانتهي من الحكايه دي، لانه الزول ده ما حيريحنا. قال لي كيف يعني؟ ادخل لي زول في الكادر وبدون ما هو مبرف ولا عارف شنو؟ قلت له يا اخي بس خليه يشتري حاجه كده من الدكان، بس حاجه كده وانا بخارجه عشان بس يعني بس ننتهي من المشكله دي. الزول ده ما حيريحنا، حيلف ويجي بالركشه دي. من المخرج قال الله سبحان الله لا مش ما اعرف والله مختار عندك حكايات غريبه، عشان انت المنتج ولا شنو؟ ها عشان انت المنتج؟ قلت له يا اخي خارجه بتاع الركشه. قلت له يا حبيب تعال الدكان ده كده داخل قول لي عندك جبنه، انا بقول لك ما في خارج امشي. قام يا زول بتاع الركشه قال له جدا، قال لي عايز سفينه كمان ادو جزمه، شوفوا له مقاسه كم 43 بتاع فجاسم له جزمه. معلم مشيت الركشات دي اجيب وين؟ قال لا اجيب هنا. ادخل لما اقول لك اكشن خش اشتري، يقول لي عندك جبنه ادعي بقول لك ما في، اطلع امشي. قال لي جدا بسيطه يا الصبح الطقطقه لكم هسه دي حاجه خفيفه ذاتها دي بالنسبه لي انا وهمه عاديه. تحرك شو وقف يلا 1 2 3 خش ما تخش يا بشر. قال له انت قلت لي بتقول اكشن ما قلت اكشن، اخش ساكت ما قلت اكشن. قال له تمام جدا جدا كلامه صح. لما اقول لك اكشن خش 1 2 3 اكشن. قال لا سي اخش ولا اكشن؟ انت ما قلت لي خش يا بشر، انا بقول سري خش. خلاص كويس. قال لي خش كده وانت يعني مبتسم كويس. مبتسم كيف يعني كده ولا كده؟ المهم قصه صعبه خلاص. هذول اكشن خش الاثنين قالوا مع بعض خش يا اما قد يقدر كيف تمام اهلا ولادي ما شاء الله الله ينتيك العافيه بارك الله فيك الحمد لله الفضل ما شاء الله ما شاء الله والناس علويه ما شاء الله. قال له دقيقه انا ما امي علويه يا اخوان هوي. قلت له يا اخي ما ده اسم ساي. ايوه خلاص ثاني اكشن خش اكشن خش ما تقدر كيف تمام الله يوريك الحمد لله ان شاء الله طيب ما شاء الله ولادي ما شاء الله الله يبارك فيك والناس علويه والله تمام الحمد لله الله يبارك فيك الحمد لله الفضل ما شاء الله. قال لي عندك جبنه؟ قلت له في جبنه يعني مظفره ولا جبنه عاديه ولا جبنه يعني موزاريلا ولا ياتو؟ قال المخرج اقول له شنو؟ المخرج قال لي يا اخي تقول له شنو يا اخي تخارج لينا يا اخي سوق ركشتك دي. قال له احمدكم دي ذات صعبه يا اخي انا قال له فكونا يا اخي